أحيانا الغيرة وحب التملك بيكونوا بوابة يخش منها الشيطان عشان يسيطر على الإنسان ويخليه يرتكب جرائم عمره ما كان يتخيل إن هو في يوم ممكن يعملها. وده اللي خلى واحدة اسمها هاجر تقتل 6 أطفال ملهمش أي ذنب، وتقتل جوزها بس بسبب الغيرة وحب السيطرة والتملك، وإن هي عايزة تاخد كل حاجة مش في إيديها. خليكم معايا وهحكي لكم كل التفاصيل واحدة واحدة. واحدة اسمها هاجر سنها 26 سنة من قرية دلجة دير مواس المنيا. الناس دايما كانوا بيندهولها يقولولها نعم، وده الاسم المتعارف ليها وسط الناس. هاجر واحدة بنت صغيرة في السن، 26 سنة، لسه صغيرة، ملهاش سوابق، ومحدش شاف منها حاجة وحشة في يوم، والناس دايما شايفينها طيبة وبتتعامل كويس وخيرة كمان. هاجر بقى كانت زوجة لواحد كان متجوز قبل كده. هاجر كانت زوجة لواحد اسمه ناصر، ولكن هاجر ما كانتش الزوجة الأولى. هاجر كانت الزوجة التانية لناصر، وناصر ده كان عنده 48 سنة، وكان عنده 6 أطفال من زوجته الأولى اللي هي أم هشام. المهم إن هاجر دي فضلت تلف على ناصر على الرغم إن هو متجوز وعنده بيت مستقر وعنده 6 عيال وبقاله 15 سنة متجوز، ولكن هاجر فضلت تلف عليه لحد ما وقعته. وبسبب كده اضطر ناصر إن هو ينفصل عن أم هشام ويتجوز هاجر ويسيب مراته أم عياله. وده كله بسبب إيه؟ بسبب واحدة طماعة بصت على حاجات في إيد ناس غيرها وعايزاها لنفسها. المهم إن هاجر فضلت عايشة مع ناصر في بيتهم كذا سنة وجابت منه طفل. المهم إن مع الوقت هاجر بدأت تحس إن هي الزوجة التانية، وإن ناصر بدأ يكون ميال أكتر لأم هشام، وفكر إن هو يرجعها تاني لبيته. وهنا هاجر بدأت تحس إن هي هتبقى مركونة على الرف وتتعامل معاملة الزوجة التانية، وأصبحت ملهاش لازمة، والكلام اللي انتوا عارفين بتاع الستات دول غيرة بقى وانتوا عارفين الستات. ومن هنا بدأ الشيطان يخش يلعب في دماغ هاجر. طبعا هاجر بما انها الست الخيرة اللي بتعمل خير، اللي هي دايما عايزة تبان في الصورة كويسة قدام الناس، كانت يا حرام عايزة تساعد أم هشام اللي هي الزوجة الأولى لناصر، وبدأت تقول لناصر أنا هساعدها وهبعت لها عيش من اللي أنا بخبزه في البيت، لأن ساعتها أم هشام ما كانش عندها مكان تخبز فيه العيش، فكانت هاجر بتبعت لها العيش اللي هي بتخبزه في البيت، تبعت منه جزء لأم هشام. المهم إن في يوم زي أي يوم هاجر ودت لأم هشام اللي هي الزوجة الأولى ودت لها عيش وأكل منه الأولاد عادي خالص. بس في اليوم ده أم هشام رفضت تاكل أي حاجة من إيد هاجر لأنها هي الزوجة التانية لناصر، فمش عايزة تاكل أي حاجة من إيديها. المهم إن فجأة طفل في التاني في التالت يتعبوا ويخشوا المستشفى في حالة صعبة جدا، قيء وسخونية وتعب شديد جدا. وبعد كده اتكرر الموضوع تاني مع 3 أطفال تانيين وبرضه دخلوا المستشفى لنفس الأسباب في نفس الظروف دي، وده خلى الدكاترة يبدأوا يشكوا إن في حاجة غلط. المهم إن هم لقوا برضه إن ناصر وقع وتعب ودخل برضه المستشفى لنفس الأسباب. الغريب بقى إن هم لقوا إن طفل في التاني في التالت بيموت، كل واحد يخش المستشفى يقعد يوم التاني يموت، والدكاترة مش عارفين خالص يسيطروا على الموقف ولا عارفين ينقذوا حد من الأطفال، لحد ما مات ال6 أطفال، وبعدها برضه مات ناصر. فكده فجأة في بيت كامل يموت 6 أطفال والراجل. الغريب بقى إن الزوجة الأولى والتانية محصلهمش حاجة، وهنا كان في علامة استفهام. المهم إن هنا كان لازم الطب الشرعي يتدخل ويشوف إيه سبب اللي بيحصل ده بالظبط. المهم إن الطب الشرعي أثبت بوجود مادة سامة، وده بعد ما شرح الجثث وشرح جدار المعدة بتاعهم وكشف عن بقايا الأكل اللي كان موجود في بطنهم وقتها، واكتشف إن في مادة سامة موجودة في الأكل، ودي كانت مادة شديدة السمية وملهاش أي علاج. المادة دي اسمها كلوروفينابير، وده مبيد حشري قوي جدا بيموت على طول. طبعا أول حد اتشك فيه الأم، لأن الأطفال كانوا في بيت الزوجة الأولى اللي هي أم هشام، وهنا خلى الأجهزة الأمنية تشك على طول إن الأم ليها دور لأنها لسه عايشة. المهم إن هما مع التحقيقات لما أم هشام اللي هي الزوجة الأولى قالت إن في عيش جالها من هاجر اللي هي الزوجة التانية، الأجهزة الأمنية راحت فتشت في البيت وحللت كل الأكل اللي كان موجود، واكتشفوا بقى ساعتها إن العيش اللي جاي من عند هاجر فيه مادة
سامة، وده خلاهم بسرعة يعملوا ضبط وإحضار لهاجر، وجابوها وسألوها وحققوا معاها، وتحت الضغط اعترفت بكل حاجة. وهنا كانت الكارثة. هاجر اعترفت إن هي حطت سم في العيش، وده بسبب إن هي كانت غيرانة إن ناصر بدأ يحن تاني لأم هشام، وحست إن هي هتبقى الزوجة التانية، وحست إن هي هتبقى مش مرغوب فيها زي الأول، وإن هي هتتركن على الرف. وطبعا الغيرة تخلي الشيطان يخش جوه أي حد ويلعب في دماغه. وهنا قررت هاجر إن هي تجيب عيش اللي هي بتخبزه في البيت وتحط فيه السم وتبعته علشان الزوجة تاكل منه هي وعيالها وكلهم يموتوا. بس طبعا من حسن الحظ إن أم هشام رفضت تاكل من الأكل، لأن الأكل ده كان جاي من عند الزوجة التانية، وبرضه بسبب إن هي مش حابة تاخد حاجة من عندها مرضيتش تاكل أي حاجة من عندها. لكن الأطفال أكلوا، وللأسف كلهم ماتوا. الغريب بقى إن هاجر وهي في المحكمة كانت داخلة شايلة على إيديها طفل رضيع سنه 2 شهر فقط، على الرغم إن ربنا اداها عيل، ولكن هي موتت عيال غيرها. ما فكرتش لحظة إن هي بتقتل أطفال ملهمش ذنب. من رحمة المحكمة عليها، المحكمة سمحت لها إن هي تطلع بره القفص ويتم محاكمتها خارج القفص، لأن يوم المحاكمة كانت شايلة طفلها الرضيع اللي سنه 2 شهر. في 8 نوفمبر 2025 محكمة المنيا نطقت بالحكم الإعدام شنقا لهاجر، لأنها تسببت في موت 6 أطفال وموت جوزها. يوم 4 يناير 2026 تم تحويل أوراق القضية للمفتي لتنفيذ حكم الإعدام في هاجر. السؤال هنا، هل ممكن الغيرة توصل إنسان إن هو ينهي حياة 6 أطفال بسبب الغيرة؟ هل حب الامتلاك ممكن في يوم يوصل الإنسان إن هو يهد كل حاجة عشان يمتلك شخص؟ اكتب لنا في التعليقات لو انت مكان هاجر كنت ممكن تتصرف ازاي. اشوفكم في حلقة جديدة. لو عجبتكم الحلقة متنساش لايك، شير، سبسكرايب. سلام.